سليم عدلود رئيس تحرير جريدة الأحرار. هي المشكلة ان احنا يعني في مواجهة نظام يتطرف كالذي تتخبطه الشياطين من المس. فالنظام السياسي الذي يحكم مصر الآن يحكمها بشكل ارتجالي أدى إلى قيامه بعملية إشعال حرائق في أكثر من مكان، ومن مجلة الإذاعة والتلفزيون عقب تنصيب الأستاذ صلاح المقصود وزيرا للإعلام، إلى جريدة الشعب، إلى صحف الأحزاب، إلى وانتهاء بجريدة الجمهورية، والقرار الغاشم الذي اتخذه الدكتور أحمد فهمي بعزل الزميل جمال عبد الرحيم من رئاسة التحرير، وهو قرار من ناحية باطل قانونا، ومن ناحية أخرى هو قرار غير مسبوق في تاريخ الحياة الصحفية في مصر، لأنها لأول مرة في التاريخ أن يكون هناك خبر هو السبب في إقالة رئيس التحرير مهما كان يعني حجم هذا الخطأ، لا سيما وأنه لم يجري التحقيق في هذا الخبر، ولا سيما أيضا وأن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت أحكامها على انتفاء المسؤولية الافتراضية لرئيس التحرير عما ينشر في صحيفته. فليس معقولا أن يتحول رئيس التحرير إلى رقيب على كل محرر لكي يتأكد بنفسه من صحة كل خبر قام بنشره. هناك مشكلة أخرى في هذه المسألة، يعني وهي مسألة عندما تتحرك أجهزة الدولة وتتحرك مؤسسة الرئاسة ويتحرك مجلس الشورى ليصبغ قدسية على مقام المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان. في واقع الأمر أن هذا الأمر جاء كاشفا على يعني على واقع سياسي لا يستطيع المرء أن يصدقه. فنحن قد صفقنا للرئيس محمد مرسي عندما قام بإسقاط حكم العسكر، فإذا بنا نفاجأ بأن الرئيس محمد مرسي ذاته يقوم بعملية حماية لهؤلاء المتهمون بالفساد، والمتهمون بقتل الثوار، والمتهمون بأنهم الامتداد الطبيعي لحكم حسني مبارك. عندما يأتي النظام السياسي ليسبغ هذه الحماية، إذا ما هي قيمة البلاغات التي قدمت لأجهزة التحقيق وللنيابة ولجهاز الكسب غير المشروع؟ يعني السلطة الحاكمة عندما تتصرف على هذا النحو فهي تتدخل في عمل من أعمال القضاء وتؤثر عليه تأثيرا كبيرا. وأيضا هذا أمر كاشف على أن محمد مرسي لم يكن له الفضل في إسقاط حكم العسكر، وأن ما جرى كان باتفاق وربما بتنسيق مع قوى خارجية هي التي نسقت ما جرى، ولا فضل في ذلك لمحمد مرسي. أيضا هناك مشكلة مهمة جدا فيما يختص بعملية إقالة الزميل جمال عبد الرحيم، وهي خاصة بأن رئيس مجلس الشورى تصرف على أنه مولانا ولي النعم، لأنه ليس من سلطة رئيس مجلس الشورى أن يقيل الزميل أو يعزله أو يعين بديلا عنه، لا سيما وأن هناك نقطتين في هذا الموضوع: أن هذا قرار أولا تعيين رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات الصحف القومية، هذا أمر خاص بمجلس الشورى كله، وليس رئيس مجلس الشورى. رئيس مجلس الشورى هو صوت داخل مجلس الشورى، وهو صوت في المجلس الأعلى للصحافة، وليس أكثر من صوت هنا وهناك. المشكلة المهمة هنا في هذا القرار المتعجرف الذي ينحدر إلى مرتبة الانعدام، أنهم عندما عينوا رؤساء تحرير الصحف القومية جاء هذا وفق آلية يعني حصلت على الشرعية بمقتضى أحكام القضاء. هذه الشرعية يعني مرتبطة بعملية اللجنة التي قامت بفحص الأعمال واختيار والمفاضلة بين المتقدمين ووضع شروط منها ما يختص بالتاريخ المهني لكل متقدم. عندما يأتي رئيس مجلس الشورى ويقفز قفزة في الهواء ويتخذ هذا القرار، أعتقد أننا الآن
لا نكون قد عدنا إلى عهد ما قبل 25 يناير، إنما عدنا إلى حكم خاص بجماعة الإخوان المسلمين، وهو الحكم الذي يقوم ليس على التعسف في استعمال السلطة ولكن على الجهل باستعمال هذه السلطة، لا سيما أن رئيس مجلس الشورى قد حول الأمر إلى فتنة داخل المؤسسات الصحفية عندما قام بتحرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير التابعة لها جريدة الجمهورية بأن ينفذ القرار بقوة السلاح، فلم يجد أمامه إلا الاستعانة بالعمال ليقوموا بمنع رئيس التحرير والزملاء الصحفيين في جريدة الجمهورية من متابعة تنفيذ طباعة يعني الجريدة ومتابعة طباعتها. نحن الآن أمام حالة من البلطجة يقودها رئيس مجلس الشورى الذي هو لم يكن له أي تاريخ على أي مستوى يثبت أنه كان حتى قارئا للصحف. هذا رجل جاء إلى موقعه باعتباره من أصحاب القامات المنخفضة وباعتباره أيضا صهر رئيس الدولة، ونحن نشاهد عملية تقسيم المغانم كما لو كان القوم قد سطوا على مصر ذات ليلة واستولوا عليها استيلاء كاملا، فأصبحوا يعني يتصرفون بعيدا عن القانون. حرائق كثيرة يشعلها حكم الإخوان المسلمين في المؤسسات الصحفية، ومن بينها الأزمة المحتدمة الآن وهي أزمة جريدة الشعب، هذه الجريدة المناضلة التي وقفت في وجه النظام السابق. فتظل من الأسف الشديد أن تظل المشكلة حتى الآن، تظل المشكلة أزمة زملائنا في جريدة الشعب قائمة ومستمرة حتى الآن بعد الثورة. وإذا بالسيد رئيس مجلس الشورى يتحدث حديثا يعني غريبا جدا عندما يقول أنهم يريدون يقصد الزملاء في الشعب عفوا أنهم يريدون أن يحصلوا على مكاسب أو مغانم أو تعويض عن خسارتهم في عهد النظام السابق، وباعتبار أن ما قاموا به النضال. وما دام الأمر كذلك فنحن نحن كإخوان ينبغي أن نعوض على سنوات الاعتقال والاضطهاد وما إلى ذلك. لا يعلم هذا الرجل أنهم قد حصلوا على تعويضا يفوق ما تعرضوا له بمراحل، فقد استولوا على الحكم في البلاد ودانت لهم السلطات بدون مبرر. يعني عندما شاهدنا عملية تنصيب هذا رئيسا لمجلس الشعب وهذا رئيسا لمجلس الشورى، بدا الأمر كما لو كان عملية توزيع مغانم، توزيع غنائم أو توزيع نهيبة قام بها سطع عليها اللصوص ذات ليلة. مشكلة الزملاء في الصحف الحزبية الأخرى لا تزال متفجرة. نحن نعلم أن الحل الحقيقي هو بيد نقيب الصحفيين وهو قريب من الدوائر الحكومية. لا أظن أن أمرا يمكن أن يتخذه أحمد فهمي لا يعرضه أو لا يتم بالتنسيق مع الزميل ممدوح الولي نقيب الصحفيين، وبالتالي أصبحنا الآن في حالة من الفوضى غير المسبوقة. الصف الصحفي لم يشهد هذه الفوضى عقب الثورة، وهي الفوضى التي ضربت كثير من مؤسسات الدولة، لم تشهدها إلا في ظل هذا الحكم الذي يعني لا يستطيع حقيقة أن يحكم بشكل حقيقي. وأصبح من الضرورات الثورية والضرورات الوطنية أن يتم إسقاط هذا الحكم وينتهي يعني ويذهب من حيث أتى. حضرتك موافق على نشر الفيديو ده؟ نعم؟ موافق على نشر الفيديو؟ طبعا.